عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة وصفات إسلام. وصفة اليوم عبارة عن كيك بالتفاح والفواكه الجافة. نتمنى تنال إعجابكم وما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا 4 البيضات، عندنا 2.5 كيس ديال الطحين، عندنا كاس ديال الليمون، نص كاس ديال الزيت، عندنا نص كاس ديال السنيده، عندنا خنيشه د الفاني، قرصه د الملحه، عندنا 2 خنيشات ديال الخميره بيكين باودر يعني 14 غرام. وبالنسبه للبيض، اللي عنده البيض كبير يكتفي غير ب3، واللي عنده البيض فحال هكا كيف ما ديالي يدير 4. نبداو على بركه الله. نجيبوا اناء فاش غادي نخدموا الكيك ديالي. بسم الله، نبداو. نهرسوا البيض في اناء اخر باش نتاكدوا من الجوده ديالو. نديرو كاس ديال نص كاس ديال سكر سنيده. نخدموا البيض والسنيده. نزيد خنيشه ديال الفاني، نديرو قريصه ديال الملحه، نزيدو كاس ديال الليمون. حنا كنحركو بحال هكا. نزيدو نص كاس ديال الزيت، نديرو الدقيق ديالنا شويه بشويه. راه كتجي زوينه وكاع الوليدات كيحبوها. نديرو الطحين شويه بشويه، حنا كنخدمو بحال هكا. نزيد الكاس اللي بقى ليا، ندير معاه الخمارات يعني بيكين باودر. نبقاو نخدمو هكا شويه. بعد ما كملنا الكيك ديالنا، الفواكه الجافه عندي الزبيب والكركاع والتفاح قطعته على هذا الشكل هذا، ودرت ليه القرفه كيجي هكا. ناخذ اللاطه ديالي بعد ما دهنتها بالزيت ورشيت عليها الطحين، ندير فيها الكيك.
الفواكه ديالي نخليهم هكا نرشهم على وجه الكيك. كيف ما كتشوفوا كيبقى هاد الفواكه كيبقاو من الفوق، الزبيب والكركاع تيبقى من الفوق. نديروهم هكا، نجيب التفاح ديالي نستفو على هاد الطريقه، وكل سيده تستفو على الطريقه اللي كتبغي. انا كنستف هكا كتجي على شكل ورده. انا نكمل التستاف ديالي ونتلاقاو نشوفوا الشكل ديالها كي كتجي بعد التستاف. بعد ما كملت 3 تستاف كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا. انا غندخلها للفران، والفران ديالي انا كنخليه بارد مده 40 دقيقه باش هو بارد وهي ملي كتكون تطيب وهي كتنفخ. ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها. بعد ما تنخرجوها من الفران تيكون هذا هو الشكل ديالها، شكلها النهائي. كتجي زوينه ومنفوخه، ونتمنى تكون نالت اعجابكم وبالصحه والراحه. وما تنسوش الاشتراك في القناه ام اسلام، وما تنسوش كذلك الضغط على زر الاشتراك باش